الدولار الأمريكي يستقر أمام الجنيه المصري ليصل إلى 47 جنيه و39 قرش للشراء في البنك المركزي المصري. أهلا بكم. النهاردة معانا تحديث مهم لسعر الدولار في مصر قبل بداية جلسة التداول، وهنشوف هل في تغيرات جديدة ولا السعر لسه مستقر، وكمان أقل وأعلى سعر في البنوك. يلا بينا نبدأ على بركة الله. سجل الدولار الأمريكي في بنك أبو ظبي التجاري 47 جنيه و38 قرش للشراء، 47 جنيه و48 قرش للبيع. أما في البنك المركزي المصري فسجل الدولار 47 جنيه و39 قرش للشراء، 47 جنيه و53 قرش للبيع. في بنك الإسكان والتعمير سجل الدولار شراء 47 جنيه و40 قرش، بيع 47 جنيه و50 قرش. في البنك الأهلي المصري وبنك مصر السعر كان ثابت ووصل 47 جنيه و43 قرش للشراء، 47 جنيه و53 قرش للبيع. أما في بنك الإسكندرية سجل الدولار 47 جنيه و41 قرش للشراء، 47 جنيه و51 قرش للبيع. لو حابب تتابع سعر الدولار والعملات أول بأول وتعرف آخر التحديثات قبل وبعد التداول، ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد عن أخبار أسعار الدولار.